بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب تالتة ثانوي، طلاب الشعب الأدبية. بص يا برنس، تعالى نحل شوية مسائل حلوة على معادلة خط الانحدار اللي هي موجودة عندك في الواجب يعني، أو اعتبرها حل عام على الدرس كله يعني. مسائل امتحانات سنين فاتت، مسائل مستوى متوسط عالي شوية وهكذا. تعالى أول حاجة بيقول لي يسمى المتغير المطلوب تقديره في معادلة خط الانحدار بالمتغير نقط. اللي انت عايز تحسبه بيسمى المتغير التابع. ممكن تفكرني بالمعادلة؟ المعادلة ص بيساوي ب س زائد أ. السين دي اسمها متغير مستقل. السين دي تاخد 7، تاخد 8، تاخد 9. الصاد تعتمد على السين، فالسين دي اسمها مستقل، والصاد اللي انا عايز احسبه ده اسمه تابع. افتكر دايما التابع والمستقل ده انت وبابا. مين بيجيب فلوس؟ بابا، يبقى ده متغير مستقل. مين بيصرف من فلوس بابا يعني معتمد عليه وعلى المصروف اللي هو بيديهوله؟ انت، يبقى انت متغير ايه؟ متغير تابع. يبقى بابا مستقل وانت تابع. تعالى اللي بعده. اللي بعده بيقول لي معادلة خط الانحدار ب معامل الانحدار. يبقى المعادلة فين؟ انت متعود المعادلة ص بيساوي ب س زائد أ. طب لو ما لقيتهاش كده هتلاقيها أ زائد ب س، هي لأن في الآخر هو بدل أماكنهم بس مش أكتر. يعني لو أنا قلت لك المعادلة ص بيساوي ب س زائد أ، هي لو خليتها ص بيساوي أ زائد س ب أو ب س، هي في الآخر معامل السين أو معامل الانحدار اسمه ب. تعالى اللي بعديها. إذا كانت معادلة خط الانحدار اهي، تمام، وإذا كان معامل س أقل من صفر. ما هو معامل السين ده اللي هو إيه؟ اللي هو معامل الانحدار، ولو معامل الانحدار أقل من صفر بيتقال عليه تغير عكسي. تعالى نفتكر كده، كنا بنقول معادلة ص بيساوي ب س زائد أ، ده اسمه إيه؟ اسمه معامل انحدار، أو اسمه إيه؟ أو اسمه الميل. معامل الانحدار ده والله لو موجب، خد بالك معامل الانحدار ده ما يفرقش معايا إلا إشارته، ما يفرقش معايا قيمته. خلاص، يعني قيمته بواحد زي قيمته ب7 زي قيمته ب15 بالنسبة لي، المهم إشارته. لو موجب يبقى طردي، لو سالب يبقى عكسي، اللي هو الميل برضه. والميل لو انت فاكر كان بيتحسب زمان فرق صادات على فرق سنت. تعالى هنا كده السؤال ده، والسؤال ده مهم. إذا كانت معادلة خط الانحدار ص بيساوي الكلام ده، فإن نوع الارتباط. بص على معامل الانحدار، بص كده على معامل الانحدار. معامل الانحدار اهو، في هنا كام قدام السين؟ سالب. هتقول لي سالب واحد يا مستر، ماليش دعوة بالرقم، اللي ليه دعوة بالإشارة. الإشارة سالب يبقى ده تغير إيه؟ عكسي. تعالى اللي بعديها. إذا كانت جميع النقاط في شكل الانتشار تقع على خط مستقيم ميله موجب، ميله موجب، يبقى معامل الانحدار موجب، يبقى التغير طردي. تمام، طردي، وهو قال لي بيقع على خط واحد، يعني ادي جملة عرفتني ان هو طردي. ما هو الميل اللي هو معامل الانحدار، والجملة التانية قالت لك كلهم على خط واحد، فده معناه ان هو طردي تام. والطرد التام بكام؟ والطرد التام واحد. تاني اللي بعديها. اذا كان الميل سالب يبقى ده ارتباط عكسي، وجميع النقط تقع على خط مستقيم واحد، يبقى عكسي تام، اللي هو بكام؟ بسالب واحد. وطبعا ده معتمد على الدرس الاول والايه؟ والتاني. هنا إذا كانت جميع النقط في شكل الانتشار تقع على خط مستقيم، فإن معامل الارتباط يمكن أن يكون، وده بتقع على خط مستقيم كده، يبقى يا إما طردي تام يا إما عكسي تام، يا إما واحد يا إما سالب واحد. مين منهم موجود؟ موجود السالب واحد. تعالى هنا. إذا وقعت النقطتين دول على خط الانحدار، مش إحنا لسه قايلين يا صاحبي إن ده اسمه معامل الانحدار اللي هو الميل؟ اللي قدام السين ده اسمه معامل الانحدار اللي هو الميل، اللي هو بيتجاب فرق صادات على فرق سينات. فرق صادات على فرق سينات، 8 ناقص 3 و2 ناقص 7. واحسب دي زي ما هي كده، هيطلع معايا الناتج بكام؟ بسالب واحد. طيب أنا كده بحسب مين؟ بحسب معامل الانحدار اللي هو الميل، اللي هو ما يفرقش معايا غير إشارته. فهو بيسألني المعامل بكام، وأقول له المعامل بسالب واحد. تاني اللي بعدها هي إذا وقعت النقطتين دول على خط الانحدار، فإن الارتباط، أو هجيب معامل الانحدار اللي هو الميل،
فرق صادات على فرق سينات، 10 ناقص 5 على 11.5 ناقص 6.5. خلاص، هيطلع الناتج بكام؟ هيطلع الناتج بواحد. هو المفروض يكون السؤال في إن معامل الانحدار بيساوي نقط، فأقول له معامل الانحدار بيساوي 1. تعالى النقطة دي، إذا كانت معادلة خط الانحدار دي المعادلة، تمام، فإن قيمة صاد المتوقعة عند س بيساوي 5. عايز قيمة صاد لما س ب5، إيه اللي هعمله؟ أكتب المعادلة هي بالظبط. كل اللي هعمله إن أنا أشيل السين اللي عندي دي وأحط مكانها كام؟ 5. يبقى تاني، اوجد صاد عندما س بيساوي 5، أروح عند المعادلة أشيل السين وأحط مكانها 5 واحسب الكلام ده. 8 من 10، 8 من 10 دي اللي هو 4 على 5 تروح معاها 7 على 7، يطلع معاك الناتج ب3. احسبها بالآلة. تمام. صاد عندما س بيساوي 9، أشيل السين حط مكانها 9. تعالى هنا السؤال ده، هنا بيقول لي إيه؟ إذا كانت معادلة خط الانحدار أهي، ماشي تسلم، وكانت قيمة صاد الجدولية عند س بيساوي 5 دي، أيوه يبقى دي كده القيمة الإيه؟ أهي الجدولية. فأنا مقدار الخطأ، حد فاكر قانون الخطأ؟ الخطأ بيساوي القيمة الجدولية ناقص القيمة بعد التعويض. إيه الخطأ؟ الخطأ بيساوي إيه؟ القيمة الجدولية أهي ناقص القيمة بعد التعويض، وهو هتنسى الأقواس دي. إيه القيمة بعد التعويض دي؟ بكتب المعادلة القمر بتاعتنا زي ما هي، واشيل بس السين اللي عندي دي واحط مكانها ال5 اللي هو قال عليها. تاني، الخطأ القيمة الجدولية اللي هو قال عليها اهي ناقص القيمة بعد التعويض، بكتب المعادلة واعوض عن السين بالرقم اللي هو قال عليه، واحسب الكلام ده كله. 2 من 10 1 على 5، 1 على 5 5 تروح مع 5، 1 3 4 يبقى 64 ناقص 4 يطلع معاك الناتج على الآلة ب6 من كام؟ من 10. طبعا في هنا بالسالب، لا ده مش مقبول، لأن كده كده ده العمدان دي بتشيل السالب. تعالى اللي بعديها، نفس الكلام، دي معادلة الانحدار، فإن قيمة صاد الجدولية عند س بيساوي 3 هي 4، يبقى دي الجدولية. تمام. فإن مقدار الخطأ بيساوي إيه؟ الخطأ بيساوي القيمة الجدولية اللي هي 4 ناقص القيمة بعد التعويض. القيمة بعد التعويض بعمل إيه؟ بعوض هنا كده. خلاص، يلا نعوض. 4 من 10 في السين اللي عندي ب3 زائد 2. عوضت القيمة الجدولية ناقص القيمة بعد التعويض، واشيل السين واحط مكانها ال3 اللي هو قال عليه، واحسب الكلام ده كله زي ما هو كده على الآلة وطلع الناتج. تعالى اللي بعديها، إذا كان مقدار الخطأ هو 10، مقدار الخطأ هو كام؟ 4 من 10 عند س بيساوي 10، يبقى الراجل ده محترم مديني مين؟ الخطأ. تمام. فإن مقدار القيمة التي تحقق المعادلة، وكان مقدار القيمة التي تحقق المعادلة هي 12 و6، يبقى دي القيمة بعد التعويض. تعالى نقرأ السؤال تاني على مهلنا كده. يلا اهو، إذا كان مقدار الخطأ عند س بيساوي 10 هو 4 من 10، يبقى ده مين؟ الخطأ. الخطأ ب4 من 10. تمام. وكان مقدار القيمة التي تحقق المعادلة بتاعت خط الانحدار هي 12 و6، يبقى دي القيمة بعد التعويض. يبقى أنا كده بخط صغير أهو، والله دي القيمة بعد التعويض، هو اداني جاهز، وده الخطأ. فإن مقدار أحد قيم كاف عند س بيساوي 10. يلا اكتب القانون، الأول. الخطأ بيساوي القيمة الجدولية ناقص القيمة بعد التعويض. الخطأ بيساوي القيمة الجدولية قدام 10، مين اللي عليها العين قدام 10؟ الكاف، ما اسمها قيمة جدولية يعني بتيجي من الجدول، والقيمة الجدولية اللي عليها العين قدام 10 اللي هي الكاف، ناقص القيمة بعد التعويض، والقيمة بعد التعويض أهي. تمام. القيمة الجدولية ناقص القيمة بعد التعويض. نقول كده الحتة دي تاني. الخطأ يا مستر بيساوي
القيمة الجدولية اللي عليها العين قدام العشرة اللي هي الكاف ناقص القيمة بعد التعويض اللي هو قال 12 و6. تمام. دي كمعادلة عادية. اقعد اجاوب الاختيارات اللي هتطلع معايا حاجة ناقص دي هيدي 4/10 هيطلع معاك 13. 13 ناقص دي هيدي معاك 4/10. تعال نحل بعديها. إذا كان مقدار الخطأ هو 3 يبقى هو مدي الخطأ عند س بيساوي 8. 8 ودي اللي عليها العين في الجدول. فأنا مقدار القيمة التي تحقق معادلة الانحدار يبقى هو عايز القيمة بعد التعويض. يلا الخطأ الخطأ بيساوي ايه الخطأ يا صاحبي؟ القيمة الجدولية. هي فين القيمة الجدولية؟ القيمة الجدولية عند ال8 هي 6 ناقص القيمة بعد التعويض، والقيمة بعد التعويض دي هو عايزها. سميها أي حاجة تعجبك، سميها كاف. الخطأ بيساوي القيمة الجدولية أهي ناقص القيمة بعد التعويض. كل ده بيساوي مين؟ الخطأ. تمام. دي كمعادلة. أقعد أجاوب الإجابات. أحط مكان الكاف 6. 6 ناقص 6 مش هيدي 3/10. أحط مكان الكاف دي 6 ناقص 6 و6 مش هيدي 3/10. أحط مكان الكاف دي 6 ناقص 6 و3 هيدي -3/10 والبتاع ده بيشيل السالب فبقى هي دي صح. تعالى هنا. إذا كان معادلة خط الانحدار أهي فإن مقدار الخطأ عند س بيساوي 10. الخطأ بيساوي إيه؟ عند س بيساوي 10 القيمة الجدولية من اللي عليها العين قدام العشرة 8 ناقص القيمة بعد التعويض. إيه القيمة بعد التعويض دي يا مستر؟ بعوض 4 و2 زائد 3/10 في السين بكام؟ في السين ب10. اوعى تنسى الأقواس واحسب دي بالآلة. 3/10 يعني 3/10. 10 تروح معاها 4 و2 زائد 3 يبقى 7 و2. 7 و2 8 ناقص 7 و2 هيديك 8/10. احسبها بالآلة يطلع معاك الناتج. تعال نشوف السؤال اللي جاي ده. سؤال ثانوية عامة. مديني مجموع س مجموع ص مديني النون وكانت معادلة خط الانحدار اهي. خلاص فإن الألف. طب مش الألف ليها قانون؟ هي المعادلة برتبها بس. ص بيساوي 2 س زائد ألف. مش الألف ليها قانون؟ بتتجاب ازاي الألف؟ الألف دي كانت بتتجاب مجموع الصاد ناقص الب. فين الب دي يا مستر؟ اهي في مجموع السين على النون. واحسب الكلام ده كله. 2 في 10 ب20. 32 ناقص 20 12. 12 على 4 فيها 3. احسبها تطلع معاك الألف بكام؟ الألف ب3. هنا مدي كل حاجة. عايز معادلة خط الانحدار. طيب حد فاكر الب كانت بتتجاب ازاي؟ يلا الب كانت بتتجاب ازاي؟ الب كانت بتتجاب نون بكام؟ 7. نون مجموع س ص يعني 7 في 2 8 9 9 ناقص مجموع س في مجموع ص على نون اللي هي 7 في مجموع س تربيع 1 3 3 1 ناقص مجموع س لكل تربيع اللي هي 79 تربيع. خلاص واحسب دي على الآلة. تعالى كده نحسبها. شرط الكسر اهي 7 في 2 8 9 9 ناقص 79 في 179. الكلام ده كله على 7 في 1331 ناقص 79 تربيع. طلع الكلام ده كله زي ما انت شايف بكام؟ ب2. خلاص فدي طلع ب3 اصلا الب بتاعتها فشيلها. دي الب ب3 فانا يا اما دي يا اما دي. يبقى الب طلعت بكام؟
ب2. طبعا مستر طلع لي الالف. الالف كانت بتحسب ازاي؟ الالف كانت بتحسب مجموع ص ناقص الب اللي احنا لسه جايبينها ب2 في مجموع س على النون اللي هي 7. خلاص واحسبها. 179 ناقص 2 في 79 شرط الكسر 179 ناقص 2 في 79. الكلام ده كله تقريبا على كام؟ على 7 هيدي 3. فده معناه ان الالف اللي عندك بيساوي 3. يبقى المعادلة ص بيساوي ب س زائد أ اللي هي ص بيساوي 2 س زائد 3 اللي هي المعادلة دي. ده نفس السؤال، نفس كل حاجة، نفس كل حاجة بالظبط، بس هنا مديني 40 أسرة. يبقى النون اللي عندي بكام؟ النون اللي عندي ب40. يعني هو ما قالكش النون صريحة، قال لك احنا بندرس 40 أسرة. خلاص يبقى النون ب40. وارد أي أسئلة من أسئلة الواجب يكون فيه غلط أو الإجابات نفسها مش صحيحة، ده عادي. فلو أنت متأكد إن أنت كاتبها صح على الآلة ومتأكد من حلك ما تقلقش. تعالى السؤال العبيط ده. هنا بيقول لي إيه؟ هنا بيقول لي شكل الانتشار الذي يمثل ارتباط طردي. ارتباط طردي يبقى فيه ميل ناحية اليمين أهو. تعالى اللي بعديها. أي مما يأتي يمثل ارتباط طردي قوي. طيب أولا ده عكسي عشان مايل ناحية الشمال، وده عكسي عشان مايل ناحية الشمال. مين في دول طردي قوي؟ ده طردي وده طردي. مين أقوى؟ ده أقوى، لأن كل ما النقط تبقى على الخط أو قريبة من الخط ده دليل على قوة الارتباط. تعالى السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي إيه؟ عايزين لون حلو. يلا. هنا بيقول لي إيه؟ المعادلة أهي. فإن نوع الارتباط. عايز تحدد نوع الارتباط، بص على معامل الانحدار اللي هو اللي قدام الب، اللي قدام السين. بص على معامل الانحدار. تقول لي ايوه سالب يبقى عكسي. غلط غلط. المعادله مش مترتبه، دي محتاجه تروح هناك عشان تبقى ص بيساوي السين بالسالب تروح بالموجب. تمام. دلوقتي اقدر احكم عليها. معامل السين موجب ولا سالب؟ موجب، يبقى ارتباط طردي. طب يا مستر طردي تام، ده في واحد. يا عم معامل الانحدار مش معامل الارتباط. معامل الانحدار ما يلزمنيش غير اشارته. دي اتشرح زيها في الدرس الاول، فطبيعي انك تكون اتفرجت على الدرس الاول عشان توصل للمرحله دي. يعني كنا بنقول دي معناها 1 على 1، فدي واخده جزء ودي واخده جزء. فلما تيجي تكتب قانون بيرسون اللي بيحسب الريه اللي هو ايه؟ نون مجموع س ص ناقص مجموع س مجموع ص. فبتطرح حاجه من حاجه قدها، ولما تطرح حاجه من حاجه قدها الناتج دي صفر، وصفر على اي حاجه بصفر. ده كان في بيرسون. فإن الميل أولا بما إن ده بصفر فده معناه إن مفيش ارتباط أصلا، فيبقى البي اللي عندك بكام؟ البي اللي عندك كمان بكام؟ بصفر، اللي هو معامل الانحدار. تمام. طب تعالى نمسك أول إجابة. هل ميل خط الانحدار موجب؟ لا، ما هو لو موجب يبقى طردي. ميل خط الانحدار سالب، لو سالب يبقى عكسي. في الآخر مش فارقة معايا. بص خليك فاكر دايما في المعادلة ص بيساوي ب س زائد أ. ده يهمني إشارته، ده مش فارق معايا. ده اسمه الجزء المقطوع من محور مين؟ الصادات. ده كده اسمه الجزء المقطوع من محور الصادات. ده يهمني إشارته اللي هي لو موجب بتبقى طردي، ولو سالب بتبقى إيه؟ عكسي. خلاص. تعالى هنا السؤال ده حلو. إذا كان ر هي معامل الارتباط ماشي، وكان 2 ر بيساوي الكلام ده، دي كمعادلة حلها ازاي؟ كنا بنودي دي بعكس الإشارة، واحسب دي هيطلع معايا الناتج بسالب 4/10، واقسم ده على ده هيطلع معايا ر بيساوي سالب 2/10. فده معناه إن الارتباط بالسالب، معامل الارتباط طلع بالسالب يبقى عكسي. عكسي ده يخلي معامل السين في معادلة خط الانحدار اللي هو معامل الانحدار ماله؟ بالسالب.
لو الارتباط طردي معامل الانحدار موجب، لو الارتباط عكسي زي دلوقتي معامل الانحدار سالب. سالب يعني ايه؟ يعني اصغر من صفر. اذا كان ايه هو معامل الارتباط ومدي المعادله دي. طب مش دي بتتحلل؟ عشان انا شرحت لك في اول فيديو التحليل اللي هو مود 5 3، او في الالات القديمه مود 3 3، واكتب الارقام دي 1 وسالب 4 و3. مود 5 3 او مود 3 3 على حسب آلتك، وبكتب الارقام دي 1 وسالب 4 و3. 1 يساوي سالب 4 يساوي 3 يساوي تاني، طلع بواحد وطلع بتلاتة. بعد ما حللت بالآلة طلعت x1 بيساوي 1 وx2 بيساوي 3. الاكس دي اللي هي مين؟ اللي هي ر. يعني ر طلعت يا اما بواحد يا اما ر طلعت بكام؟ ب3. هو في ر ب3؟ لا، ما انا عارف ان معامل الارتباط اخو 1. فإن معادلة خط الانحدار أو معامل خط الانحدار، معامل السين اللي هو في الآخر الواحد ده إيه؟ ده طردي، فده معناه إن معامل الانحدار ماله يا باشا؟ أكبر من صفر. مش الارتباط طردي؟ يبقى المعامل أكبر من صفر. تعالى هنا في معادلة خط الانحدار صاد بيساوي الكلام ده، فإن الجزء المقطوع من محور الصادات، لسه حالا كنت بقول لك إن الحتة دي اسمها الجزء المقطوع من محور الصادات. تعالى نشوف اللي بعديها. بيقول ايه؟ بيقول المعادلة الإحصائية لخط الانحدار حيث ج معامل الانحدار وده للجزء المقطوع. انت بتشتغلني؟ انا اعرف ان المعادلة ص بتساوي حاجة س زائد حاجة. اللي هنا ده اسمه معامل الانحدار، انت سميته لي ايه؟ ج. خلاص يبقى ج. اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه. الجزء المقطوع انا متعود اللي هو اسمه أ، انت سميته د. حاضر اهو. مش المعادلة ص بيساوي ب س زائد أ، هو قال لك لا معامل الانحدار انا عايز اسميه ج، انا رخم. خلاص يا عم انا مالي، ج. حاضر. الجزء المقطوع أ انا عايز اسميه د، يا عم حاضر. تعال هنا. اذا كان ب معامل ارتباط متغيرين وكان ب معامل انحدار فاي العبارات الاتيه صحيحه؟ ر في ب. عايزك تركز معايا في السؤال ده. فإن ر في ب أكبر من صفر ولا أصغر من صفر ولا إيه؟ واحدة واحدة. ر دي لو موجب يبقى ارتباط طردي، فبناء عليه معامل الانحدار اللي هو الب موجب. طيب ر دي لو سالب يبقى ارتباط عكسي، يبقى معامل الانحدار اللي هو الب سالب. طيب ر دي الارتباط لو بصفر، مش محتاج أعرف التانية موجب ولا سالب. ليه مش محتاج أعرف؟ لأن كده كده صفر في أي حاجة بصفر. فهم يا إما هيبقى هما الاتنين موجبين مع بعض، يا إما هيبقى هما الاتنين سالبين مع بعض، يا إما ده هيبقى بصفر فالتاني هيتضرب في صفر بصفر. تاني يا حبيب قلبي يا إما ده هيبقى موجب معامل ارتباط موجب، فبالتالي معامل الانحدار موجب، فلما أجي أضربهم موجب في موجب هيدي موجب. أو ده سالب وده سالب عشان عكسي، فلما أجي أضربهم يبقى سالب في سالب هيدي موجب. يا إما ده هيطلع بصفر، ومش مهم ده هيطلع بكام لأن صفر في أي حاجة هيطلع بصفر. فده معناه إن حاصل ضرب دول هيطلع يا إما عدد موجب يا إما هيطلع بصفر. يعني ينفع نقول أكبر من أو يساوي صفر. ودي غلطة في الإجابات، المفروض دي بس في علامة إيه؟ في علامة يساوي. نقولها تاني. هنا إيه؟ نمسح أهو. هنا إيه؟ في ب أكبر ولا أصغر ولا يساوي ولا إيه وضعها؟ والله لو دي موجب هتبقى دي موجب زيها وموجب في موجب بموجب. والله لو دي سالب هتبقى دي سالب زيها وسالب في سالب بموجب. طب لو دي بصفر، صفر في أي حاجة هتطلع صفر. فده معناه إن هي دايما هتدي إيه؟ يا إما موجب يا إما صفر، يا إما موجب يا إما صفر. يبقى أكبر من أو يساوي الصفر.
تعال نشوف دي. ن مجموع س ص أكبر من مجموع س مجموع ص. اكتب القانون. بعد ما تكتب القانون هتلاقي يا حبيب قلبي وقايل لك إن ده كبير وده صغير، فلما أطرح حاجة كبيرة من حاجة صغيرة هيدي ناتج بالموجب، ومعنى إن الارتباط ر موجبة يبقى ده ارتباط طردي، فبناء عليه معامل الانحدار اللي هو معامل س هيكون إيه؟ هيكون موجب هو كمان أو أكبر من صفر. شوية أسئلة حلوة كده على الدرس. بعتذر عن أي خطأ وأنا بحل أو أي حاجة ممكن أكون اتلخبطت فيها. ربنا معاك يا حبيبي.